رأيك بقى في كيميت أو مصر القديمة زي ما بتقولوا؟ أنا مش مصدق اللي بشوفه، حاسس إني بحلم. يعني إحنا هنا تقريبا في منطقة الجيزة بس من 5000 سنة. تقدر تقول كده يا بابا، زمن بناء الهرم الأكبر. المهم دلوقتي أنا عندي فكرة. فكرة إيه؟ هتصوري مين سيلفي المرة دي؟ بطل رخامة يا يحيى، أنا عايزة لوح وأدوات رسم ياسينو. ممكن طبعا. وانت قررتي تبقي رسامة هنا؟ بدأنا بقى أسلوب الرخامة. أنت عارف إني بحب الرسم يا يحيى، ولما ماما سألتنا نفسكم لما تكبروا تشتغلوا إيه، قلت لها رسامة. فاكر؟ فاكر، بس قلت إنك بتقولي أي كلام وخلاص. يا ولاد انتوا هترخموا على بعض هنا كمان. وبعدين يا كنوز، انت هتعرفي تستخدمي ادوات الرسم في العصر اللي احنا فيه؟ دي اكيد مختلفة عن زماننا بكتير. هتحاول وهتتعلم، المهم الموهبة. يمكن الأدوات مختلفة لكن الفن واحد. كيميت فيها فنانين كتير بيرسموا على الجدران واللوحات، وعندنا أمهر النحاتين في أنواع النحت المختلفة، وكل عصر وله تقاليده والفنانين اللي برعوا فيه. أنا هجيب لك كل الأدوات الممكنة يا كنوز. طب في حاجة مهمة قوي، انا جعت. هو انا ينفع اجوع؟ ولو جعت في اكل ولا هستحمل لحد ما نرجع؟ انت في زمن مختلف مش في مجاعة. تعال معايا.